الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز. الفنانة يسرا هنا شخصيتها اسمها الشخصية الانتقائية المتطورة. الانتقائية المتطورة يعني ايه؟ يعني احنا لما نيجي نبص للشخصية هنا هنلاقيها في المسلسل ان هي انسانة كانت بتربي اخواتها وعاشت على تربيتهم بشكل كبير جدا جدا. كان عندها طموحات، الطموحات دي كانت مقتولة، يعني طموحاتها مكبوحة الجماح. لما جت بعد كده يعني اكتشفها صاحب المصنع واتجوزها، وبعد ما اتجوزها يعني بدأ يديها وضعها، ما تخلتش عن جزئية اللي هي فيها من الأساس، اللي هي بتعتبرها، اللي هي احنا بنقول الجزئية البلدي، هي بتعتبرها جزئية أصول. فهي ما تقدرش تتخلى عن أصولها، ما تقدرش تظهر بمظهر غير مظهرها، هي مش قادرة تعمل ده. ولكنها في نفس الوقت لما هو مات اضطرت انها تكون سيدة مجتمع، فهي تطورت بشكل كبير جدا وحاولت تكون سيدة مجتمع، وبقت سيدة مجتمع بشكل جميل جدا جدا، ولكن مع احتفاظها بالجزئية الأساسية فيها اللي هي جزئية المبدأ. طريقتها واسلوبها اللي هي بنت البلد زي ما بيقولوا. انا ست، عندي جزئيه، يعني انا ست ممكن تقولوا عليا يعني سيده مجتمع، ماشي ما فيش مشكله، بس في نفس الوقت انا بنت بلد. ودي الجزئيه الانتقائيه اللي احنا بنتكلم عنها، هي الجزئيه المتطوره في انها اتغيرت من حال لحال، والجزئيه الانتقائيه هي جزئيه انتقاء الفعل نفسه او انتقاء الافكار، يعني انتقاء المبادئ نفسها. هي بتنتقي المبادئ بتاعتها، هي واقفه على مبدأ معين، ولكن في بعض المبادئ ممكن تتغير، انما المبادئ الثابته لا مساس زي ما احنا بنقول، وده جمال الشخصيه. انا بعرف اتكلم عبري كويس.